المجالات وكافة الأسلحة. الكلام ده بقى مش عاجب إسرائيل، علشان كده بيستعرضوا بشوية الصور اللي انت شايفها على الانترنت دي. بس خليني اقول لك يا حبيب قلبي، الجيش المصري عملها مرة، وانا كنت جندي من جنود الجيش المصري وعارف العقيدة كويس جدا جدا بتاعة الجند المصري، واللي عمرها مرة هيعملها 1000 مرة. ده غير طبعا الوعد الإلهي. خليني اقول لك ان مهما يعملوا هتفضل مصر مقبرة ليهم ولأي حد عايز يعتدي على أرض مصر. ولو بس فكروا في إن هم يخشوا مع مصر في أي مناوشات أو أي صدام، فده بيكون بمثابة انتحار. ولو في أي حد متخيل إن النووي ده ممكن يكون ورقة ضغط على مصر، خليني اقول لك ولا اي حاجة، ولا يقدروا يعملوا بيه اي حاجة. رغم ان اسرائيل معاها سلاح نووي، لكن مصر معاها خبرات عسكرية اكبر، جيش نظامي جرار، مواقع استراتيجية خطيرة زي قناة السويس وسيناء والبحر الاحمر، وكل دي كروت ضغط كبيرة مش على اسرائيل بس، ده على العالم كله، وخاصة قناة السويس. وعشان كده اسرائيل لا تستطيع فرض اي ارادة على مصر، ولا بالنووي ولا غير النووي، زي ما قلت لك، الا في حالة واحدة بس، لو كانت عايزة تنتحر. طيب سامع واحد بيقول يا عم خليها هي عايزة تنتحر،